الطرف الاخر وجهنا سؤال مهم جدا لعبد تاني، وهو المحامي الخاص بالإعلامية مياد البدراوي. هل يعني يجب ان تتلقى مياد البدراوي تهمة التشهير بفترة يعني انها شهرت يعني انها بريئة ومن ثم تراجعت في خليني اقول لك ان حاله الشهاده كان ليه دور كبير جدا في تقليل العداله، لانها شهاده نفع. لما اشوف البنات وهم ما فيهمش اي خدوش او جروح او اصابات سوى مرض الكراع او الثعلبه كما يقال، وما بلغش بده، على الرغم من ان انا شفت ده واتاكدت ان هم نزلوا من عند مدام وفاء وراحوا موطنهم الاصلي ولم ابلغ بذلك، واطلع بعد 20 سنه اقول انا مش عارف انام، كنت بدعي كل مره اعمل فيها العمليه ان ربنا ينجيني عشان اقدر اخد شهاده الحق. وقلت قبل كده ان هي اطلقت شهاده الحق دي من نابع ضميرها الحي وصوت ضميرها الحي اللي ما ينفعش تتراجع عنه، لان الشهاده في حقوق الناس مش لعب. ما ينفعش تكون محل جدل بشكل كبير وبشكل واسع زي ما شفنا. فنترك الامر للجهات المختصه في الفصل في المساله دي بناء على الطلبات اللي احنا هنقدمها، وان شاء الله باذن الله نقدر نبذل كل مجهود وعنايه لازمين للحصول على براءتها وفقا لمضمون الشهاده الصادره من الفنانه الاعلاميه منال البدراوي. انا بشكرك بشكرك جدا، شكرا.